نورتوني. النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز القهوة، بسكوت كده بالقهوة لطيف جدا وحلوة مع كوباية نسكافيه أو شاي في الشتا ده. فلايك وسبسكرايب ويلا بينا على المطبخ. أول حاجة هنبتدي بيها المقادير، هقولها بالجرام وبالكوبايات. دول 180 جرام دقيق، يعني تقريبا كوباية ونص دقيق محطوط عليهم 20 جرام كاكاو، يعني معلقتين وربع كبار كاكاو. 70 جرام سكر بودرة، يعني تلتين كوباية سكر بودرة. محلول القهوة هو عبارة عن معلقتين ونص صغيرين من النسكافيه متدوبين فيه معلقتين صغيرين مية. 120 جرام زبدة، يعني تقريبا نص كوباية زبدة. واخر حاجة صفار بيضة محطوط عليه رشة ملح كده علشان تبرز طعم الكوكيز وتعادل السكر. اول حاجة هنعملها في بولة، هنحط الدقيق والكاكاو وهنحط عليهم السكر البودرة، وهنحط عليهم كمان الزبدة، ونبتدي كده نفرك الزبدة في الدقيق والسكر. ونلاحظ يعني كويس قوي انه كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، خصوصا في الشتاء المكونات بتاخد وقت طويل قوي علشان آم، يعني بتبقى بدرجة البيت. فأهم حاجة في الزبدة إن هي ما تكونش لسه طالعة من التلاجة، تكون ساقعة. لأ، ما ينفعش الزبدة تكون لسه طالعة من التلاجة لسببين. أول سبب، لو أنا استعملت الزبدة أول ما بتطلع على طول ده بينشف قوي البسكوت بتاعي، بيخليه ناشف. دي حاجة. الحاجة التانية انه هيتعب ايدي وانا بفركه كده في الدقيق، هيبقى متعب جدا. فالحل انه الزبدة تكون بره التلاجة. في الصيف ممكن نسيبها مثلا ساعتين 3 هتبقى كويسة، يعني لازم تكون لما اضغط عليها تاخد شكل صباعي. دي كده هو ده درجة الحرارة اللي انا محتاجاها. هفرك بقى الزبدة في الدقيق لحد ما تبقى مدياني كده شبه الطينة بتاعة الجناين. بعد كده هبتدي احط بقى الحاجات السايلة بتاعتي، اللي هو البيضة، الصفار البيضة معلش، والمحلول بتاع القهوة، هحطهم على بعض وابتدي اعجن بيهم المكونات بتاعتي كلها لحد ما تلم معايا وتديني شكل العجينة. انا شخصيا بفضل ان احنا لما نوزن المقادير بتاعتنا نوزنها بالجرام مش بالكوبايات، لان ده بيكون ادق اكتر في الكميات بتاعتنا. دلوقتي انا هعجن بقى ده. بنزل بقى الدقيق وكل حاجة على الرخام علشان اعرف اعجنها كويس. مهم جدا برضو في العجن ان انا ما اقعدش اعجن كأنها مثلا انا بعجن عيش او حاجة. العجن بتاع البسكوت بيكون ان انا بلم العجينة مش بعجن، يعني يا دوبك بس بلم المكونات كلها مع بعض عشان تديني شكل العجينة. فانا كده لميت المكونات مع بعض لحد ما امتزجت مع بعض وادتني شكل العجينة اللي انا عاوزاه. الكميات دي او المقادير دي بتعملي تقريبا نص كيلو من الكوكيز بتاعت القهوة. ممكن تزودوا المقادير زي ما انتوا عايزين او تقللوها، دي حاجة بترجع لكل حد، بس انا الكمية دي يعني مناسبة جدا بالنسبة لي. او ممكن نستعمل العجان، ودي القطعة اللي انا بستعملها علشان اعجن الكوكيز في العجان. دلوقتي هبتدي اشكل قطع الكوكيز على شكل القهوة. فعندي حل من الاتنين، يا اما ان انا بوزن قطع الكوكيز على ميزان المطبخ، بتكون تقريبا 7 او 8 جرام. وانا بفضل كده علشان ده بيضمن لي ان كل قطع الكوكيز تستوي نفس السوا لما احطها في الفرن. او الحاجة التانية ان انا بقسمها نصين، كل نص بفرده وابتدي اقطع بالسكينة او بالسكرابر بتاعتي قطع تقريبا بعيني كده متساوية. لو انتوا تقدروا يعني تعايروها بعينيكوا تمام، لو عايزين يكون الكمية أدق فياريت في على ميزان المطبخ. ازاي بقى بشكلها؟ بعمل كل حتة دايرة في ايدي، بعد كده اخليها بيضاوية واديها الشكل زي ما انتوا شايفين كده بصوابعي، اديها الشكل ده. بعدين بضغط عليها في النص كده ضغطة،
أيوه. بعد كده بابتدي بقى من الأطراف اللي هي فوق وتحت، أبتدي أخلّيها pointy كده يعني شوية أو حادة، بالضبط كده. ده كده شكلها بقت قريّبة من القهوة شوية، وهابتدي أعمل خَط في النُص كده برضه بالسكينة أو بالscraper علشان يعني يدّيني يعني شكل القهوة بقى. بالضبط كده. فكده إحنا حوّلنا الcookies بتاعتنا لcookies قهوة. هاحطها في الصينية بتاعتي اللي هادخّلها الفرن، وابتدي أعمل كل الكمية بنفس الطريقة. قطعة الكوكي هادوّرها في إيدي تبقى دايرة، بعد ما عملتها دايرة هاعملها تبقى بيضاوية، بعد كده بصوابعي من فوق وتحت كده هادّيها الشكل اللي هو أنزّلها لتحت شوية، أضغط عليها في النُص ضغطة، بعدين من فوق ومن تحت هاخلّيها تبقى pointy. بعد كده هاحطها وأقسمها، مش باقسمها، يعني ضغطة خفيفة أوي، أوي السكينة كده عليها من فوق، مش باقسمها نُصّين، يعني حاجة بسيطة أوي من فوق كده تدّيني بس الإيه، ال ال الحَزّ ده، بس كده. مرّة كمان علشان نتعلم إزاي نعمل الcookie على شكل قهوة. طبعًا في الوقت ده اللي أنا باشكِّل فيه باكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 200، أسيبه يسخن على ما أنا أخلّص كل كمية الcookies وأحطها في الصينية بتاعتي. عايزة أقول لكم إن أنا باشتغل وأنا مستمتعة أصلًا، لإنه ريحة القهوة خطيرة أو ريحة النسكافيه يعني خطيرة وهي طالعة من الcookies وأنا حتى لسه ما دخّلتهاش الفرن. دي كل كمية الكوكيز بتاعتي هادخّلها الفرن لمدة 10 أو 12 دقيقة على درجة حرارة 200، وأول ما بتطلع من الفرن دي لسه طالعة بتكون طرية، فأنا ما باجيش جنبها ولا ألمسها خالص، ربع ساعة باسيبها تهدى وتبرد وتمسك نفسها بقى كده، وبعدين أبتدي أقدّمها أو أدوقها كمان علشان يكون طعم القهوة واضح وباين فيها. بس كده دي كانت وصفة النهارده كوكيز القهوة، أتمنى تجربوها ويا رب تعجبكم. المقادير موجودة بالتفاصيل في صندوق الوصف. أتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.